السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم ويد ورده. كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الوصفه متكامله وغنيه بالفيتامينات وبالبروتينات اللي كيحتاجها الجسم ديالكم ليوم كامل. وان شاء الله على بركه الله غادي نبداو. كيف كتشوفوا معايا خديت 2 حبات ديال الباذنجان اللي غادي نقطعوهم بهذا الشكل هذا. كيف كتعرفوا الباذنجان راه الوقت ديالو دابا وتيكون موجود. غادي ناخذ ايضا 2 حبات ديال الفلفل. انا هنايا فضلت اني ناخذ حبه ديال الفلفل الاخضر ووحده ديال الفلفل الاحمر. كيف كتعرفوا الفلافل راهم غنيين بالفيتامينات، وعلاش لا ما نستافدوش منهم في هذا الوقت هذا في وجبات اللي كتجي خفيفه وسريعه وكتحضر في وقت وجيز. يعني انا الفلفل ديالي غادي نقطعه بهذا الشكل هذا. بطبيعه الحال من بعد ما زولت له الحبوب ديالو اولا النواه، غادي نقطعو مكعبات. وهنا غادي ناخذ الخضره ديالي المشكله، غنضيف ليها القليل من الملح، القليل ديال الابزار، ايضا شويه ديال الكمون وزيت الزيتون طبيعي بطبيعه الحال. فبما انها وصفه صحيه فكنوجدوا غير زيت الزيتون والقليل ديال الزعتر باش كيعطي واحد النسمه جديده مع الخضار. صافي كنحرك الخضار ديالي جيدا، كنلبسهم بهذيك الشرموله اللي وضعنا لهم. وهنا غادي نجيب هاد الاعواد بحال هكا وغادي نبدا نعمرهم بحال الشكل ديال قطيبات. يعني كنوضعوا حبه ديال الباذنجان، حبه ديال الفلفل، شويه ديال الباذنجان، شويه ديال الفلفل، وهكا وحنا كنبقاو غاديين حتى كنملؤوا البغوشات ديالنا. غادي تشوفوا معايا الطريقه وغادي نستمر على هذا الشكل هذا حتى غادي نكمل لي بغوشات ديالي كاملين. على فكره يعني بالنسبه للخضر يمكن لكم تستخدموا اي نوع ديال الخضر، تقدروا تضيفوا لهم القرعه خضراء الكورجيت، تقدروا تضيفوا ايضا القرعه الحمراء حتى هي كتجي جديده معاهم. يعني اي نوع ديال الخضر تقدروا تضيفوه. هنا عندي لي طوماط سيريس اللي مقطعه على 2، كنضيف لها شويه ديال الزعتر يابس، ايضا القليل ديال الملح، وايضا غادي نضيف شويه ديال الابزار يعني رويس هكا رويس معلقه. وبطبيعه الحال زيت الزيتون اللي لا غنى عليه في السلطات ديالنا. وايضا غادي نضيف واحد المعلقه ديال عصير ديال الحامض، وكتكون هذه هي سلطه مرافقه للطبق ديالنا. على فكره الطوماط سوريس في هذا الوقت راها كتكون حلوه فيها واحد المذاق جديد. هنا غادي ناخذ صدر ديال الدجاج، يعني 2 قطع ديال الصدر ديال الدجاج. يعني نتوما كتكتفيو بالكميه اللي عندكم على حسب عدد افراد الاسره وعلى حسب الطبق اللي بغيتو تحضروا. انا هنا 2 ديال الصدر ديال الدجاج راهم كافيين بالنسبه ليا. طبعا الحال بعد ما كنكونوا غسلناهم مزيان بالحامض وبشويه ديال السكينجبير، يعني كنغسلوه مزيان مزيان بالحامض والسكينجبير باش كتزيل منه هذيك الريحه ديالو ولا هذيك النتانه اللي كتكون في الدجاج. وكنكون شفناه جيدا كيف كتشوفوا راه ناشف من الماء ما فيهش الماء. كنقطعوه بهذا الشكل هذا يعني اصابع طويله، بعد كنعاود نقطعو مكعبات صغيره. غادي نستمر في التقطاع ديال الدجاج ديالنا بهذا الشكل هذا حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله. فكيف كتعرفوا الصدر ديال الدجاج راه غني بالبروتينات. في هذه الاثناء غادي ندوز غادي ناخذ حامضه. انا عندي هذا الحامض البلدي، حيت هذا الحامض البلدي فيه واحد النكهه مجهده شويه ماشي بحال الحامض العادي. يعني هذا الحامض الصغيور البلدي تيكون الريحه فيه مجهده وحتى المذاق فيه تيكون مجهد شويه.
انا غادي ناخذ نصف حامضه، غادي نعصرها بحال هكا، نضيف النصف الثاني، زولت لهم هذوك العظيمات ديالو. حنا غادي ناخذ فص ديال الثوم، الا ما كتقدريش على لوغو ديال الثوم هكا تقدري تعوضيها بالثوم بودره. هنا غادي نضيف السكينجبير، الخرقوم، الابزار، التحميره الطريه ديالنا، وغادي نضيف لها زيت الزيتون. وهنا عندي واحد المعلقه صغيره ديال الصوجا اولا صويا صوص، وغادي نخلط الصلصه ديالي جيدا. يعني الملحه كنحاول نديروها قليله على حسب لاصوص الصوجا، راكم كتعرفوا راه كتكون شويه مالحه، فمن الاحسن اننا نقصوا الملحه. هنا غادي نلبس الدجاج ديالنا جيدا في هذيك الصلصه اللي وضعتها فيه او في ديك الصوص. غادي نخلطو مزيان مزيان، نحاول ان الجوانب كاملين يتلبسوا بالصوص. يعني غادي نخليو تقريبا واحد ساعه او ساعتين حتى غادي تشرب ليا هذيك الصلصه. في هذا الاثناء من بعد ما تشرب غادي ناخذ لي بغوشات ديالنا وغادي نبداو نعمروهم بحال هكا. انا علاش قلت لكم كنخلي واحد الساعه ولا ساعتين، لانه هذاك الدجاج كيتشرب لينا ديك الصلصه مزيان مزيان، وحتى فاش كيطيب ما كيجيش ناشف من الداخل، كيجي كيبقى جوسي. ما عرفت كيفاش غادي نشرح لكم، كيبقى لذيذ، وحتى من الداخل كيجي مشرب وكيجي شارب العطريه وكيجي لذيذ بزاف. يعني فمن الاحسن ديما فاش ديروا الدجاج ترقدوه في شي صلصه، تغطيوه بالبلاستيك غذائي وتوضعوه في الثلاجه لواحد ساعه ولا ساعتين على الاقل، كيكون احسن وكيجي يعني ألذ بطبيعه الحال. انا هنا غنستمر بحال هكا في تنعمر لي بغوشات ديالي كاملين الكميه اللي عندي كامله. غادي تشوفوا معايا الطريقه كيفاش غادي نطيبها. يعني ما كنحتاجوش الشوايه اولا المجمر، فغادي نطيبها بواحد الطريقه اللي سهله وبسيطه، وبطبيعه الحال اي سيده ممكن تحضرها لوليداتها. انا هنايا عندي هاد الصينيه ديال الفران اللي فيها الشبيكه، غادي نوضع فيها لي بغوشات ديالي ديال الصدر ديال الدجاج، وغادي نوضعهم بهذا الشكل هذا. نحاولوا من بعدهم شويه بعدهم ما تلاصقوهمش باش يعني كتبقى الجنيبات من كتدخل لهم العافيه. وانا غادي نوضع لي بغوشات ديال الخضره اللي وجدنا، وغادي ندخلهم للفرن يتشووا على درجه حراره 200 من الفوق ومن التحت، وفي الاخر 5 دقائق كنخدموا عليهم شويه او الفرفاره باش كتجي فيهم هذيك القرمشه وهذيك التكرميله. كيف كتشوفوا معايا راهم جاو مقرملين ومقرمشين وكيجيو لذاذ لذاذ لذاذ. يعني كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم ولقاو الاستحسان ديالكم، راهم كيجيو رائعين. وكنقول لكم بالصحه والراحه، وكان ان شاء الله شوفوا الطبق ديالنا كيفاش جا في الاخير. كنقدموه مع ديك السلطه ديال الطماطم اللي كتجي لذيذه ومرافقه. وكنقول لكم الى عجبكم لا فيديو ما تبخلوش علينا بانكم تشتركوا في القناه وتدعمونا بلي لايك ولي كومونتير. وكنقول لكم شكرا بزاف مسبقا على الكومونتير الجميله اللي كنتوصلوا بها، وبالصحه والراحه، وخليت لكم راحه، والسلام عليكم.